السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الجريمة الصعبة اللي حصلت دي في محافظة قنا، وشوف بقى هنا اللي هيصعب عليك مين، البنت ولا الأب اللي عنده 70 سنة اللي قتل بنته. هنشوف قتلها ليه. في السن ده يا جماعة بيبقى لازم معاملة من الأبناء للوالدين تكون معاملة حسنة. هنا اللي حصل ان البنت عندها 35 سنة، سيدة كبيرة، ست كبيرة، 35 سنة، شابة بسم الله ما شاء الله، واعية للدنيا كلها ومتطلقة من جوزها كمان. راحت علشان خاطر تعيش مع ابوها، وابوها قاعد لوحده في البيت لان امها متوفية. البنت روحها في مناخيرها كده زي ما بيقولوا، بنت عصبية وقليلة الادب ولسانها طويل. اقعد هنا، تعالى هنا، ربنا ريحنا منك يا جدع، اسكت بقى اللي انت عامله فينا دوت، هو انت ما بتخلصش طلباتك ابدا. شوف البنت بتعامل والدها ازاي، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. كلمة اف اقل حاجة ما نقولهاش للوالدين في السن ده، اللي بيبقوا عاملين زي الاطفال، بيبقوا عايزين معاملة زي معاملة الاطفال. سبحان الله، بنبتدي اطفال وبننتهي برضو زي الاطفال، ولكن بتبقى الطلبات كتير ويبقى الجسم تعبان، وساعات كمان الواحد بيجيله اعوذ بالله امراض الزهايمر، يعني بتبقى عايزة معاملة خاصة. ويا بخت اللي بيستحمل والديه في الفترة ديت. البنت هنا في الواقعة الأخيرة ديت جابت عصاية المقشة وضربت أبوها بعصاية المكنسة. عصاية ضربت أبوها بالعصاية المكنسة. هنا لما حصل كده الأب بقى مش مصدق نفسه باللي بيحصل له، وعيط وبكى. ما صعبش على بنته، وخد بعضه ودخل الأوضة. لا يقدر يضربها ولا هيقدر يشتمها، ده بيقول ان انا كنت عمري ما ضربتها ابدا، بعد ما ربيتها وصلت السن دوت تضربني. دخل الاوضه صعبان عليه نفسه، وراح منادي على بنته: ايوه عايز ايه؟ انا جايه لك اهو. فتحت الباب لقيته كان بالطبنجه وراح مديها في صدرها، راح موقعها ميته في ساعتها في الحال. جري على بنته: ايه يا بنتي ده؟ الراجل بقى مش مصدق نفسه، صعبت عليه بنته، بقى يعيط: يا بنتي ده انا بهزر معاكي. شوف الاب بيقول لايه بنته: انا بهزر معاكي يا حبيبتي. وراح بيحاول يشيلها. يشيل مين؟ ده ضعيف مش قادر. بقى يجرجرها لغايه باب الشقه، ونزل تحت الشارع، شاف سواق قال له: تعالى يا ابني بسرعه الله يخليك، انا بنتي فوق وقعت من على السلم، الحقني ونديها المستشفى. طلع معاه السواق، راجل كبير بقى، طلع معاه السواق، لقى البنت غرقانه في صدرها دم. قال له: ايه ده يا عم الحاج؟ ده ايه ده مش ازاي وقعت من على السلم؟ قال له: معلش الحقها المستشفى الله يخليك نلحقها. سندوها ونزلوها، دخلوها العربيه، وفي الطريق في مكان كده اسمه سور المعنى، الله اعلم الاسم زي ما انا بنطقه صح كده ولا لا، لقى كمين. السواق لما لقى الكمين قال للراجل قال للراجل: انزل يا عم الحاج، انزل انت وبنتك من العربيه، ما تجيبوليش داهيه انتوا الاثنين، في كمين في السكه معلش. قال له: يا ابني اروح فين بيها؟ قال له: معلش يا حاج انزل وخد اي عربيه تانية. الراجل نزلوه على جنب، السواق نزله وخد بعضه ولف. الكمين شافه، جريوا عليهم: مين؟ ايه في ايه؟ هوب راح: ايه يا حاج ده؟ مين دي؟ بنتي. مين اللي قتلها؟ قال له: انا قتلتها. ليه؟ قال له: عشان ضربتني بالمكنسه يا عم الحاج، ضربتني بالمكنسه، بهزر معاها بضربها بالطبنجه ماتت، ما كنتش اعرف انها هتموت. شوف البنت وصلت لابوها لايه. اتقبض طبعا على الاب اللي عنده 70 سنه، راجل المسن الكبير اتبهدل على اخر عمره. كل ده من معاملة الأبناء للوالدين. شوف المعاملة وصلت لإيه. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.